ناس كتيرة جدا بتخاف من الجن، أو أول ما يسمعوا اسمه بيجيلهم حالة من الرعب. بس الزمان قالوها لنا اللي يخاف من العفريت يطلع له. الجملة دي جملة حقيقية، وهما بيحسوا فعلا ان انت بتبقى خايف او مرعوب، فممكن ده عندك ويخلوك تخاف اكتر، وممكن يساهموا في حاجات، يوقعوا حاجة، يعملوا حاجة، يحسسوك باحساس ان انت خايف، لان هم حاسين وعارفين ومتأكدين ان انت خايف منهم. بس على فكرة هما ضعاف جدا، وان انت اقوى منهم بكتير جدا، وان انت تقدر تنتصر عليهم. تغلب على خوفك، وهقولك حاجات كتيرة جدا الجن بيخاف منها. نقول بسم الله وتوكلنا على الله. حاجة بيخاف منها الجن هي كلام ربنا. كلام ربنا والآيات القرآنية بتحرقهم حرفيا، بيخافوا منها جدا جدا. علشان كده أنا ذكرت لكم في الفيديو بتاعي بعض من الصور اللي بيخاف منها الجن. أكيد كل كلام ربنا بيخاف منه وبيحرقه، وبيترعبوا من البيت اللي بيبقى فيه قرآن، وخصوصا لو انت ذات نفسك اللي بتقرأ القرآن الكريم. الصور اللي بيخاف منها الجن سورة الرعد. السورة طبعا هقول لكم الصور وبركاتها وكراماتها ان شاء الله بأمر الله تعالى. سورة الرعد بتفك الحسد وبتقهر المس. اكتر من كده ايه؟ سورة الأعراف تفك الأسحار وتقهر مرضة الجن. انتوا عارفين يعني المرضى يا جماعة؟ أقوى فصيلة في الجن، واللي هم بقى زي طغيانهم مفيش زيه. أقوى حاجة في فصيلة الجن، وزي مفيش حد ليه كلمة عليهم، بتقهرهم. سورة البقرة تمنع تجديد السحر. وسورة النجم والطارق والبروج والقمر تفك الأسحار. المربوطة على ايه؟ الأسحار المربوطة على النجوم والكواكب. أكيد انتوا أول مرة تسمعوا الكلام ده. فأكتر من كده ايه؟ يعني بصوا، لو السحر مربوط على ايه؟ على النجم أو كوكب، سورة النجم والطارق والبروج والقمر بتفك الأسحار دي، حتى لو كانت مربوطة على النجوم. سورة المنافقون. سورة المنافقون تقهر الجن الذي لا يتأثر بالرقية، لأن في بعض أنواع من الجن طبعا هم فصايل وبيختلفوا من الضعيف من الأقوى، في الأقوى جدا كده من الجن لا يقهر مثلا أو ما بيتأثرش بالرقية، فقوي بقى وشايف نفسه. سورة المنافقين بقى، المنافقون أسفة، تقهر الجن الذي لا يتأثر بالرقية. بس الجمال. سورة الناس سورة بسيطة وصغيرة، ملكش حس، أسفة، ملكش حجة ولا ليكي حجة ان انتوا تقروها. بتمنع الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. ومش بس كده، ده كمان بتفك أسحار القرين. سورة بسيطة، كم آية بسيطة صغيرة جدا، كبير جدا. سورة المرسلات والفيل والهمزة برضو صور صغيرة جدا، عشان محدش يقولي أصل سورة البقرة كبيرة وعددها وبتاخد وقت. ملكش حجة، صور صغيرة. سور المرسلات والفيل والهمزة بتقلب السحر على الساحر. أكيد سمعت تقولولي هو في السحر بيتقلب على سحر؟ يا جماعة إن شاء الله وبفضل الله تعالى بيتقلب السحر على الساحر، واللي عمله واللي ساعده وكده. واتمنى اوضح حاجه، كل واحد بيروح لساحر والله بيبقى خرج من الدين الاسلام وبيعتبر كافر. فانتوا بلاش غلكوا وقله ايمانكوا توديكوا لسكه نهايتها سواد. والله اعلم. اي الصور اللي بيخاف منها الجن، حتى مرضة الجن مهما كانت قوتهم هم ضعاف قدام كلام ربنا. ربنا يحفظنا ويحفظكم جميعا. افتكروني بدعوة حلوة، واتمنى ان انتوا تشيروا الفيديو، تفيدوا تستفيدوا. ربنا يجعله في ميزان حسناتكم احنا وانتوا ان شاء الله.